ازيكم عاملين ايه؟ على ما البنات يجيلها ان انا لايف نظبط شكلنا شويه. تنتج وين شوب. نحط بس ايه كده شويه، ثواني على ما يظهر للناس. على ما يظهر للناس ان في لايف. لا ورد يا نهى، مساء الفل والياسمين. يا هلا يا هلا يا لامين. ثانية واحدة عشان الليب بالم بتاع جيفين شوب مش لاقياه. ثانية واحدة هجيبه من هنا. كلم محمد عشان بيتصل عليا، معرفش هو مستقصد اللايفات هوا ولايفات فيسبوك. اهلا اهلا. نعمل ايه بقى؟ ايه كده نظبط شير بقى بنات لللايف. وهي يا حبيبة قلبي يا لابين والله. يلا يا بنات. اوكي ندي الواحد ايه بعد قصة غسيل المواعين. نعمل كده شير بقى يا بنات لللايف، وقلوب حلوة زيكم عشان اللايف يوصل البنات، عشان نعمل لايف اليوم. فين باقي البنات؟ الناس ناموا بدري ولا ايه؟ انا عارفه ان هي مدارس، نمتوا بدري ولا ايه؟ حبيبه قلبي يا هناء والله ربنا يرضيكم. بس يعني ايا كان اللي حاصل ماشي. ليب بالم جرين شوب، تنتات جرين شوب بتنقذ الموقف بصراحه، يعني انقذنا الموقف. هو بس ايه، هعمل حبه اسعافات. ده زيت فول سوداني لسعة فرن بعيد عنكم، علامات جودة المطبخ. فانا بحط عليها زيت فول سوداني. انا لسه مخلصه وجايه لكم اهو. حط بس على عصار الحرق ده عشان ما تعلمش في ايدي. سيبها تهدى. ممكن احط عليها نقطتين بابونجي كمان. يلا يا بنات، عايزين اللايف يوصل لباقي الناس. لو اللايف بقى حلو هعمل لكم مسابقه وهديه زي ما بعمله لكم كل لايف. شعري فاطمه بتقول شعري بايظ جدا، محتاجه حاجه كويسه ليه. الشعر البايظ جدا ده يا فاطمه بيتعالج ماشي ويبقى زي الفل بحاجتين: ان احنا بنعالج جذر الشعر نفسه ونغذيه، وفي نفس الوقت نعمل ترميم وبناء للطبقات الشعر اللي احنا دمرناها عشان وصل ان هو بقى خربان جدا. عندنا استشاره مجانيه فاتحه من بكره ليوم 10 بس. تمام؟ لو عايزه الاستشاره المجانيه سيبي رقم الواتساب بتاعك على الرسايل وقولي لها احجزي لي استشاره مجانيه. احتمال يا جماعه من يوم 2-3 اقفل الاستشارات عشان اقدر ارد على كل الناس. احجزوا من دلوقتي، اللي عايزه استشاره مجانيه تحجز من دلوقتي. عليه افضل الصلاه والسلام. ايوه هو ده الكلام. ازيك يا ساره؟ الله يسلمك يا حبيبتي. دي علامات جوده المطبخ. اتلسعت امبارح بالليل متاخر، كانت عملت علامه جامده. ادور على الميبو مش لاقيه الميبو. اختفى في ظروف الغامضه.
صدقوني بقى كانت ايدي قايده نار 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 بصراحه. نزلت عليها ميه بارده مفيش، ولقيتها بقى بتغمق وبتوسع، رحت نازله عليها بزيت فول السوداني مع زيت البابونج زي ما انتوا شايفين كده، وبسيبه. اول ما ينشف احط تاني، اول ما ينشف احط تاني. سما ازيك يا سما؟ ازيك يا سما؟ وحشاني. نشرب بقى بق شاي. عايزه قلوب حلوه عشان في واحده معانا برضه النهارده هتكسب هديه حلوه زيكم. هشرب الشاي. كريم الشعر الوفي تحفه. ايوه بقى، هو ده رفع اللايف اللي انا مستنياه. امبولات الخلايا الجذعيه تنفع للصقر الشعر؟ اه تنفع طبعا يا مسك، مع مجموعه الانبات، مش لوحدها، مع مجموعه الانبات. يعني احنا بنجيبها في جرين شوب كعامل مساعد عشان تسرع معاكم النتائج. طنط ندى دي يبقى جوجو. حبيبه قلبي يا جوجو. جوجو دي بنوتة جرين شوب، يعني من ساعة ما اتولدت مامتها ما بتستخدم لهاش أي حاجة، لا لجسمها ولا لشعرها ولا لبشرتها إلا جرين شوب وبس. طب يلا مسابقة كل لايف. حلويات ندوش حبيبة قلبي، تسلميلي تسلميلي. مسابقة كل لايف هتعملي قلوب، شير لللايف، شير لللايف كتير مش شير مرة واحدة، وهتعملي منشن. واللي جربت معانا حاجة حلوة هتكتب لنا في الكومنتات، تمام؟ وهاجي اخر اللايف، اخر كومنت من الناس اللي بتمنشن وعاملة شير وعاملة كاتبة الريفيوهات بتاعتها والكلام ده كله، هاخد اخر واحدة عيني هتيجي عليها رزقها الهدية. ولسه والله ما حددت الهدية. انا بص بشرب فنجان الشاي بتاعي مش عارفة اشربه من الصبح، لسه قاعدة معاكم اهو. حطيت بس الحاجات الزيوت، ماشي. اللي عندها سؤال تقولي بإذنك يا رب بدون مقاطعة، يا رب يديني الصحة والعافية. يوم الحد عندكم لايف جبار جبار. اللايف ده اللي انتوا طلبتوه بتاع الشعر هيكون بمثابة محاضرة علمية دسمة تقيلة جدا بالعامية البسيطة السهلة جدا جدا. كريم الشعر الكيرلي تحفة جدا 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 جدا. حبيبة قلبي تسلميلي. قوليلي اسمك ايه طيب مسك الختام؟ عايزة ميكس زيوت لتسمين الجسم. مفيش حاجة تدهن من بره تتخن الجسم. تخن الجسم ده بيكون داخلي. في مشروب بنقدر نعمله تمام مع منتجات الصويا بتعالج النحافة، ومتجرب والله اكبر ما شاء الله ريفيوهاته لاخر الدنيا. انا عايزه اقول لكم ان انا امبارح كنت نايمه حوالي ساعه ونص، ما كملت الساعتين، ومطبقه، والنهارده يوم طويل. انا لسه قاعده، يعني انا نفسي ارجع بس اسند ظهري والله العظيم. فتعبانه جدا جدا جدا، وطالعه لكم من غير فلتر ماشي ومن غير مكياج. انا لسه حاطه قصادكم ايه فرشه كده وفرشه كده من التنت وخلاص. صابون الجوز الهند وهم وجميله، وعلى فكره اللي طالعه كمان المره دي تحفه. هو اللايف ظاهر عندك قد ايه؟ عشان عندي ما بيرفعش، معرفش في مشكله عندي في الفيسبوك ولا ايه. يبقى عندي في مشكله. يا بنات قلوب من الجنب، قلوب 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 قلوب. جوجو بتقولك بتشربي ايه يا طنط ناتا؟ شاي. فنجان الشاي بتاعي مش عارفه اشربه من الصبح، لسه قاعده اهو قلت اشربه معاكم. طب لو عالي قولي بس، لان انا ظاهر لي 5، ظاهر لي اللايف عليه 5 بس، مش ظاهر لي اي حاجه تاني. حبيبه قلبي الله يسلمك يا رب يدينا الصحه والعافيه. نونا حبيبه قلبي حبيبه قلبي حبيبه قلبي. ندى القمر منوره يا جميله، ومنتجاتك احلى منتجات حقيقي بدون مجامله. حبيبه قلبي يا نونا تسلميلي تسلميلي تسلميلي. اكون شاكره بقى.
لو تشيري اللايف عندك، يعني اكون شاكره جدا ليكي. ربنا يسعد قلبك يا رب يا نونا. الهيلورونيك اسيد ومجموعه الهالات تحفه. قولي لنا بقى يا جاسمين عملت ايه؟ ماشي، عشان الناس بتقعد تقول لي ايه هيجيب نتيجه. يا جماعه ما هو الناس اهي، الناس اهي، وانا قصادكم اهو، الناس اللي متابعيني من زمان. انا عندي حته ريفيو خايفه انزله لان انا اصلا بالنسبه بقى هنتكلم عن الهالات النهارده. يا بنات، المنطقه بتاعت العين دي اهم منطقه في وشك كله، ماشي؟ اهم منطقه فيكي كلك كده على بعضك هي عينك. عينك دي لو مظبوطه والمكان ده الجلد بتاعه كويس وصحي، الباقي كله سهل. حتى هتلاقيك ينفع مع مجموعه الحبوب استخدم ماسك الطمي الوردي. ممكن يا هدير، انت يا هدير ممكن، مفيش مشكله. تسلمي يا نونا، تسلمي 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 لي يا رب. ربنا يسعدك ويرزقك من واسع، اللهم امين. بصوا يا حبايب قلبي، هو انت لما بتيجي تبقى شكلك تعبان قوي قوي، اول حاجه بتعمليها ايه؟ بتحطي كونسيلر بس كده، صح؟ بتحسي يعني في بنات هي بتحط كونسيلر بس وكحل ولا حاجه. ليه؟ هي اهم حاجه المنطقه دي لا تخلي وشك على طول شكله دبلان، لا اما تخلي على طول وشك شكله عيان، لا اما تديكي سن اكبر من سنك بكتير، ماشي؟ لا اما يبقى فيه تجويف وهالات ويبقى شكلك مش حلو. دي مرحله اوحش بقى، ان مش بس سننا مش كبير او عيان او تعبان او مرهق، لا ده كمان خلت شكل وشك كله مش حلو. لو ان انا ملامحي زي القمر، في بنات كتير كده، يعني انا بيجيلي حالات كتير جدا. جاسمين بتقولي انا منتقبه، ربنا يثبتك يا حبيبه قلبي، وحسيت لما بلبس النقاب بحس بالفرق في شكل عيني. الله اكبر ما شاء الله، ربنا يسعدك وينور وجهك ووشنا احنا كمان دنيا واخره، اللهم امين. ندوش الافضل سكراب الليمون ولا ميكس احماض الفواكه لتصبغات الجسم زي الكوع؟ طب استني يا كوكي بتسال سؤال حلو قوي، بتقولي سكراب الليمون ولا ميكس احماض الفواكه الزيوت؟ دي القلعه وده البحر. ليه بقى؟ السكراب هو بيعمل سكرابنج من بره، ماشي؟ فدي خطوه. الزيت بيعمل تقشير للمسام من جوه، وده اختراع ندوش ومش هتلاقوه في حته تانية. وجوده الزيوت اللي عندنا بتوريكم اللي ما شفتهوش، سواء زيت الورد للناس اللي بشرتها حساسه، سواء زيت الورد وزيت جوز الهند للاطفال كمان اللي كحوا الكواع والركب بتغمق، ماشي؟ التقشير بالقطنه والزيوت بتاعت ندى بتخلي الدنيا قشطه. طيب لو احنا بشرتنا مش حساسه وعايزين تفتيح اسرع، ميكس احماض الفواكه ده بيترج، احط على قطنه وابتدي امسح في اتجاه واحد، وشوفوا القطنه هتطلع ايه. فالخطوتين مكملين لبعض. وخطوه مهمه جدا الترطيب يا كوكي، الترطيب. يعني انا عملت سكراب، والمفروض بقى لو انت عايزه تفتيح استخدمي صابونه الليمون، يبقى تستخدمي صابونه الليمون او الفحم، الاتنين بيبقوا حلوين في التفتيح. فمثلا استخدمي، لو بشرتك مش حساسه خدي الليمون، لو بشرتك حساسه خدي الفحم. تاني هقول تاني الكلام للبنات، هي عايزه خطوات مش روتين، ماشي؟ هي عايزه كام خطوه في السريع كده تساعد معاها في التفتيح. احنا بنتكلم عن تفتيح الجسم والاماكن الحساسه دلوقتي، تمام؟ ما احنا بنتكلم اهو يا نجوى، عندنا روتين كامل مع التكييس المغربي بيجيب من الاخر، بيجلي الجسم، بيخليه جلدك زي البيبي سكان بالظبط. وده مش كلامي انا ولا تجربتي انا الشخصيه، تجارب كل الناس اللي ما شاء الله التزموا بيه، ماشي؟ اللي هو روتين التفتيح اليومي بيبقى هما كام خطوه كده عباط ما بياخدوش منك وقت. والتكييس المغربي بتعمليه مره واحده بس في الاسبوع، في الاول اول شهر مثلا او اول شهرين، بعد كده بتعمليه مرتين بس في الشهر، بعد كده بتعملي مره واحده بس في الشهر، تمام؟ ده اللي التكييس المغربي، روتين بسيط من عندنا بتعمليه وانت داخله تستحمي، وما بياخدش معاكي وقت كتير ولا حاجه، تمام؟ الموضوع بسيط قوي. انا هنزل لكم النهارده بعد اللايف، النهارده هنزل لكم ريفيو، ماشي؟ للتفتيح بتاع الاماكن الحساسه. انا عندي ريفيوهات كمان مكتوبه حلوه قوي، بس بتحرج اطلعها خلاص عشان بتتكلم بقى
يعني بتتكلم اكتر، كانت الستات بيبقوا فرحانين قوي بالنتائج. ماشي، بس عندنا الريفيوهات بتاعت تفتيح الاندر ارم والبيكيني والكوع والكلام ده كله، الله اكبر، محققين نتائج فيها في جمين شوب ما حصلتش، وتحدي. والقطنه ما بتكتبش. ماشي، فلو عايزه روتين خشي، ولو بشرتك حساسه او فيها حبوب بلغي الادمن لو عندك تحسس من حاجه، عشان المكونات اللي جوه المجاميع احنا بنحطها لك. ماشي، بنديك يعني مثلا مجموعه تكيس المغربي هو سايت على بعضه حلو كده، ونازل عليه بدل الخصم خصمين من بكره الصبح. ماشي، طيب المجموعه دي لو انت بشرتك حساسه بقى هتعملي ايه؟ هغير لك الحاجات اللي جوه، وهتاخدي بدل الخصم خصمين برضه، عشان حاجه تروح مناسبه ليكي. انا يهمني ان كل واحده تاخد حاجه تبقى فرحانه وتجيب نتيجه حلوه، وترجع لي بريفيو واثنين وثلاثه، لان اللي بترجع لي بريفيو بترجع معاه بصاحبتها واختها وزميلتها وجارتها. ماشي، فده هكمل يا هنا، هكمل رد على مجموعه التفتيح. بسمة بتتكلم بتقول ينفع ماسك الطمي الوردي والفحم البشره الحساسه والملتهبه؟ ولو ما ينفعش امتى؟ ولو برطب بزبده وبحس انها بتسمر البشره يبقى كميتها كبيره ولا ايه؟ لا يا بسمه، بصي يا حبيبه قلبي، الزبده عمرها ما تسمر البشره ابدا. لو بتستخدمي زبده طبيعيه مظبوط وبتحطي الكميه المظبوط، تعملي مساج مظبوط، عمرها ما تغمق البشره، بالعكس بتفتح، لان هي كلها مواد مضاده للاكسده، يعني مضاده ان بشرتك تاكسد، مضاده للتصبغات، يعني مضاده للتجاعيد. هي دي معنى مضاده للاكسده. انتوا بتسمعوا الكلمه دي على طول من كل الناس ومن كل الدكاتره اللي بتطلع ومش فاهمين معناها. يعني ايه بستخدم ماده مضاده للاكسده؟ متخليش بشرتي تاكسد ولا تغمق ولا تبقع ولا تجعد. ماشي، فالزبدات ده الخام بتاع المضادات الاكسده، فما ينفعش تغمق. شوفي انت بتعملي ايه في يومك، عشان كده بتغمقي، اكيد مش ماشيه على روتين لبشرتك، حتى لو روتين بسيط، عشان كده بتحسي ان انت بتغمقي. بس قولا واحدا، لازم يكون في صابونه، غسول، لازم تكوني بتقفلي وشك بالتونر، لازم تكوني بترطبي على الاقل 3 مستويات ترطيب، الجل، الصن بلوك، والزبده. ولو انت خارجه بتبقى اخر خطوه الصن بلوك. ماشي، يبقى اخر خطوه الصن بلوك. لو حضرتك يا بسمه بتحطي الزبده وتخرجي تنطلقي في الحياه، طبيعي ان انت تحسي ان انت بتغمقي. ليه؟ لان هي ماده دهنيه انت مش عامله لها مساج كويس، تمام؟ فبتلم اي تراب وانت ماشيه. وعلى طول بقول صيف شتاء اخر خطوه على بشرتك الصن بلوك. لو انت خارجه صيف شتاء، اصل الدنيا مغيمه يا ندى، حط صن بلوك. الناس اللي سمعوا الكلام شوفوا ريفيوهاتهم، الناس اللي سمعوا كلام ندوش وتكات ندوش شوفوا الريفيوهات، شوفوا منطقه العين راحت فين، شوفوا البشره راحت فين، شوفوا الجسم والمناطق الحساسه راحت فين، شوفوا الشعر وحلاوته وجماله. ماشي، شوفوا طول الشعر راح فين. ماشي، تكات صغيره يا بسبوسه، تمام، تفرق معاكي سما وارض في النتائج، سما وارض. ماشي، نظافه بشرتك، نظافه بشرتك قبل ما تنامي، قطنه وعليها زيت ورد وتنضفي بشرتك بيها وتمسحي في اتجاه واحد قبل ما تنامي، وشوفي هتطلع القطنه ايه، حتى لو غاسله وشك بالصابون بدل المره 5 مرات. ماشي، هكمل الرد على موضوع تفتيح الاماكن حساسه عشان اللي على اللايف كمان يا بنات. احنا محدش كده هيكسب معانا ولا ايه؟ محدش لا بيعمل قلوب ولا حد بيعمل شير، هدير بس اللي بتمنشن. انا مش شايفه اي حاجه تانية، مش شايفه اي، محدش عايز يكسب. محدش عايز هديه. الهديه النهارده هتبقى زبده جوز الهند والعبوه الكبيره، والعبوه الكبيره. بس لو اللايف جاب 100 مشاهدات، 100 ترفعوا لي اللايف مشاهدات 100، في شير لللايف، في منشن لاصحابك، اخر كومنت للناس اللي بتعمل منشن هتاخد الهديه دي. ما بدفعش شحن، عايزه الهديه لوحدها هتدفعي شحنها او تاخديها مع الاوردر بتاعك. العبوه الكبيره، انتوا عارفين يعني ايه زبده جوز الهند من جبين شوب، مش محتاجه اتكلم. يبقى هنيجي للتفتيح تاني بتاع الجسم. عندنا خطوات بسيطه بنعملها يومي،
خطوات بسيطه اللي هي الصابونه والسكراب والتقشير بالزيت والترطيب. حلو كده. والتكيس المغربي بنعمله مره واحده في الاسبوع، وشويه لما تلتزمي هتلاقيكي مش محتاجه تعمليه اكتر من مره واحده بس في الشهر. يعني المجموعه هتقعد معاكي شهور طويله جدا، فهتوفري اكتر. تفتيح بقى ما اقولكيش، انتوا اللي بتشوفوا البلاوي السوداء اللي بتنزل من الجلد ومن الجسم. ماشي، انتوا مش هتتخيلوا الجلد بيبقى شكله عامل ازاي بجد. الجلد بعد التكيس المغربي بتاع جرين شوب، وخاصة بقى لما تنزلي فوق وبعديه نبطل، عشان هنا حتى هنا انا محروقة واوا حتى هنا فول سوداني. ماشي، بصوا عشان ايه، بصوا زبدة جوز الهند اصلا، بصوا اللمعة بتخلي ايدك زي الململ. ده بقى تخيلي ده في جسمك كله. تمام. طب نيجي للسؤال بقى، السكراب ولا ميكس احماض الفواكه للتفتيح؟ الاتنين مع بعض، ده ابسط حاجة، ومعاهم صابونة الليمون او الفحم عشان تغسلي بيها المكان اللي انت عايزة تفتحيه، ومعاهم الترطيب. رطبي باي زبدة انت تحبيها. لو بشرتك مش حساسة خدي زبدة الليمون، بشرتك حساسة خدي زبدة الكاكاو الخام مع زبدة الشيا العاجي، ورطبي بيهم بالتبادل. دي خطوات بسيطة يوميا بتفتح الأماكن الحساسة. ولو عندك غمقان في الأندر أرم ما ينفعش نبقى بنعمل عناية للمكان ده وبزيل الشعر بكريم أو بزيل الشعر بواكس سخن، فكل مرة يعمل لي حرق فهيزود الغمقان. ما انت كده داخلة في الدايرة، ما بتوقفيش الأسباب مش هنشوف نتائج. طول ما انت ما بتوقفيش الاسباب الوحشه او الحاجات الوحشه اللي انت بتعمليها اللي مسببه المشكله، مهما تعالجي مش هنشوف نتائج. عشان كده على طول هتلاقينا بناخد وقت طويل وبنبعتلك اسئله كتير جدا عشان اقف على اسباب المشكله، عشان انا لو وقفت على اسباب المشكله اعرف اديكي حاجه تشوفي انت منها نتيجه. لو ما حطيناش ايدينا على المشكله الصح واساس المشكله الصح عمرك ما هتشوفي نتيجه لو خدتي ايه مني او من غيري. ماشي، الحته دي مهمه جدا. الناس اللي عندها غمقان اندر ارم مزيل العرق يبقى جرين شوب او بيز لاين، بس بيز لاين سعره بقى نار لو انتوا عايزين، مش جرين شوب اصلا. تمام، نازل عليهم بكره عرض تمام. لازم مزيل العرق يكون حاجات ناتشرال، حاجات طبيعيه تساعد على التفتيح والترطيب في نفس الوقت. وده اللي عاملينه في مزيلات العرق بتاعه جرين شوب. ماشي، لان هي كمان بقت غنيه بنسبه كريمات مرطبه اعلى عشان تدي ترطيب، فتعمل معايا تفتيح مع ان هي بتمنع ريحه العرق، مع ان هي تدينا ريحه حلوه كمان. ماشي، ده بالنسبه للاندر ارم. حاجات مهمه تاني تكات، انا بس عشان في كذا حد سائل على موضوع تفتيح الجسم والاماكن الحساسه، لا انا بتكلم كلام مهم وحلو بقى، اشوف قلوب، اشوف ريفيوهات، اشوف حاجات حلوه انا مش راضيه افر الكومنتات عشان ابقى الاسئله قصادي. زيزو حضرتك منتجاتك كلها تحفه، وحضرتك بتراعي ربنا يبارك في حضرتك. اللهم امين. وكفايه حضرتك، ليه حضرتك كتير دي؟ انا ندى وبس كده شهادتكم دي فوق راسي، يا رب يجعلني دايما عند حسن ظنكم. اللهم امين. حبه تكات بقى يا بنات عشان انتوا بتعملوها بتكونوا غير مهتمين بالحكايه دي. اللبس اللي يلامس جسمك ماشي لازم يكون قطن، صيف شتاء. طب الشتاء ساقعه، البسي حاجه قطن تحت وتقلي من فوق باي خامه انت عايزاها. لازم الملابس الداخليه او الخاصه تكون قطن 100%، وبالذات الاندر ارم عشان الاحتكاك. تمام، الناس اللي بتغمق على طول ما ينفعش تنزلي الشعر بطرق غلط. تمام، عشان هيسبب غمقان، فهتلاقيكي بتلفي في دايره وما بتشوفيش نتيجه. انت مش ما بتشوفيش نتيجه عشان اشتريتي منتج مش حلو، انت ما بتشوفيش نتيجه عشان انت السبب اللي مسبب الغمقان بتعمليه كل يوم. تعمليه كل يوم. في تفاصيل تانية مش هينفع احكيها بابليك لايف كده في اللايف العام. ممكن اتكلم معاكم فيه ان شاء الله الموضوع ده على جروبات الواتساب. احتمال اطلع على جروب 14 ان شاء الله بكره باذنك يا رب. بكره اطلع على جروب 14
الجروبات بتبقى كلها سيدات، واقدر افيدكم اكتر ونتكلم بتفاصيل اوضح. لان هي بتبقى حاجات صغيره انتوا مش واخدين بالكم منها، لكن بتفرق سما وارض. علاج للشعر الهايش يا منى، يا نهار ابيض، ده احنا مجموعه الترميم بتاعتنا بتودي الشعر في حته تانية. شوفي الريل اللي نازل قبل اللايف ده، خش اعملي فولو للحساب. انا منزله ريل بنزل لكم الريفيوهات قبل وبعد، دي نتائج جرين شوب وحبايب جرين شوب اللي وافقوا ربنا يبارك فيهم. ننزل النتيجه قبل وبعد، روتين بسيط طبيعي بتعمليه بايدك في بيتك. امشي بس على التكات اللي بنقولها ونصبر، بتشوفوا حاجه ما حصلتش. ينفع احط زيت الحنه على بلند الترميم؟ ممكن يا هنا، مفيش مشكله. انا يا رب ما اكونش بفوت حاجه، عشان الفيسبوك بيستهبل ساعات. في حل للهالات السوداء يا رندا؟ لسه بنتكلم. فين حبايبنا اللي جربوا الحاجات بتاعت الهالات؟ هنزل لكم ريفيوهات الهالات كمان ان شاء الله باذنك يا رب. يا ريت بينفع على اللايف ان انا ارفع لكم الريفيو، كنت اعملها لكم المره الجايه. نحاول نعمل، اخلي حد من الادمن ينزل لكم مين معانا من الادمن بتوع السوشيال ميديا، نزلوا لرندا من فضلكم ريبلاي لرندا بريفيوهات مجموعه الهالات. ماشي، احنا بقالنا ما شاء الله سنين مجموعه الهالات جايبه معانا نتائج هايله. اهم حاجه مع المجموعه بتاخدي الصن بلوك، ماشي، ولو عندنا تجاعيد او تجويف خدي الهايلورونيك اسيد، خدي الجليسرين النباتي، خدي زيت الكافيين، بيفرقوا جدا في ملء المنطقه دي. ايه ده، هي ممكن تتملي؟ ما دي المفاجأة، أنا أصلا عندي هالات وراثية وأصلا عندي تجويف فظيع. تمام، أنا كده مش حاطة، باين أهو، متهيألي باين قوي إن أنا مش حاطة مكياج. تمام، أنا زمان كان شكلي أكبر من دلوقتي بكتير، مش عشان أنا دلوقتي صغرت ولا حاجة، لا أنا كبرت وصحتي اتنيلت، بس عشان أنا اتعاملت مع الهالات بشكل بروفيشنال مظبوط، واستخدمت الروتين بتاعي من منتجات جرين شوب، هو اللي انا بقول لكم عليه ده، بالاضافات بتاعتها. وما بقتش ببص اراقب نفسي وعيني كل يوم، عشان انا عارفه ان عندي مشكله وراثيه وقويه هتحتاج وقت. نسيتها مع روتين اتعودت عليه، بقى حاجه بسيطه، زي ما بصحى من النوم اغسل سناني بعمل روتين وشي وجسمي. موضوع بيبقى بسيط وبيبقى تعود. انا فوجئت والله زيكم، انا بفر في الجاليري فلقيت صورة ليا زمان من حوالي اقول لكم كام، 13 سنة كده، ماشي. يا نهار ابيض، انا كان وشي شكله عامل كده ليه؟ كنت انا متضايقة والله. بنات كنت قاعدة ساعتها قاعدة اقول ايه، انا برضه كبرت، برضه السن بان عليا وايه، وكنت قاعده ايه، واحد كان داخل في مود كده مش لطيف، فبقلب في الجاليري لقيت الصوره دي من حوالي 13 سنه كده، ماشي. يعني كنت صغيره في عز شبابي، كنت زهره، ماشي، بس كانت زهره مضلمه، كانت عينيها مضلمه. ببص يا نهار ابيض، ايه ده؟ قمت بصيت، الف حمد وشكر لك يا رب، شكرا لجرين شوب، جرين شوب. والله الواحد ما بيحسش برضه بالنعم، بس ذكرتني والله، ذكرتني يا نهار ابيض. ده انا كنت من زمان بقى، يعني من وانا في الجامعه، انا كنت في العادي انا ما بحطش مكياج، بس انا كنت باكل الكونسيلر، انا كنت بستخدم كميه كونسيلر، وطبعا كنت بستخدم حاجات براندات. عايزه اقول لكم من وانا في الجامعه، ده من سنين كتير قوي قوي قوي، انتوا مش غرب يعني، ده من كام يعني، قولوا من 2001 ولا حاجه، ماشي، لحد 2005، ماشي. انا كنت بستخدم كنت بجيب الكونسيلر وقتها من الالفينات حضراتكم، كنت بجيب الواحد في براند كان بالنسبه لي ده رخيص ساعتها، يعني ده كان افضل حاجه، كان في حدود 450، وكان في حاجات ب 800 كونسيلر.
ده كان سعر ضخم جدا على فكره. يعني ال 800 دول كانوا الحد الادنى للمرتبات وقتها مثلا. ماشي. ف كان مبالغ كبيره. وكنت ادهن ادهن ماشيه على طول ممحره منطقه عيني. وكانت هالات على فكره، لان انا عندنا وراثه في هالات باندا. انا كان ده داير ما يدور. انا وشي اهو باين اهو، لا فلاتر ولا حاجه. تمام. وطلع لكم وانا مرهقه كمان وتعبانه. شوفوا بقى لما انا وقفت عملت معاكم الروتين بتاع بشرتي. شوفوا الفيديو برضو انا منزله لكم من غير فلاتر خالص. شوفوا البشره كانت عامله ازاي وتحت عيني كان عامل ازاي مع الروتين بقى والترطيب. ورحت عامله السكرابات ورا بعضها والغسول مع السكراب، واديتها ترطيب وترميم للبشره. بشرتك بتحبك. ماشي. انت لما هتحبي بشرتك فهي هتحبك، هتنور وتبان. ماشي. فاللي انا بحكيه لكم ده مش اوهام. دي انا رحت عامله ايه عشان احمد ربنا. والله انا عملت ده لنفسي مش عشان انزله لكم ريفيو. انا عامله ده لنفسي وعاملاه على فكره بقالي شهرين مثلا. رحت حاطه الصوره بتاعتي اللي هي من زمان، اللي هي من وانا في زهره العشرينات دي. ماشي. وحطيت صورتي دلوقتي، وحطيت صوره وشي دلوقتي وهو مغسول، صوره عاديه خالص زي ما انا كده. تمام. حطيت الصورتين من بعض. الف حمد وشكر ليك يا رب. يعني انا الحمد لله يا رب ديمها نعمه. الله اكبر ما شاء الله. انا راضيه عن شكلي. ماشي. كليا حاليا عن زمان من وانا صغير. طبعا الخطوط التعبيريه ممكن دي عشان انا كائن مبتسم وبعبر بوشي كتير. تمام. بس انا بحب حركات وشي جدا، وبحب يوصل للناس احساسي بوشي، احساسي وروحي تبقى طالعه على وشي. دي حاجه مهمه. دي بصمه ربنا علينا. تمام. اكيد شكلي مش 18 سنه لاني مش عامله فيس ليفت. ماشي. بس انا بالنسبه لي لا، انا جرين شوب رجع لي ثقتي بنفسي جدا انا شخصيا. ماشي. يعني جرين شوب رجع لي انا ثقتي بنفسي. وعشان كده لما بيجي لي ريفيو من اي واحده فيكم بقدره قوي. بس الريفيو اللي بتجيلي تقول لي ربنا يبارك لك، انت رجعتي لي ثقتي بنفسي تاني، انت خليتيني احب نفسي، انت خليتيني احب شعري، انت خليتيني ما بقاش مكسوفه من شعري، انت خليتيني ما بقتش مكسوفه من وشي. بالعكس ببقى فرحانه ومبسوطه ان انا غاسله وشي ويا دوب مرتباه ويا دوب كده مجموعه النوم ميك اب بتاعت جرين شوب وبنطلق في الحياه. ماشي. دي حاجه رافعه معنوياتي جدا. الريفيوهات اللي من النوعيه دي بتوديني انا في حته تانية خالص بجد. ربنا يعزكم ويخليكم ليا وما تحرمش من ريفيوهاتكم الحلوه ابدا. زبده جوز الهند تحفه. دي في حته تانية جميله زي الشناوي كده. نجوى حبيبه قلبي حبيبه، عايزين بقى شير، قلوب، منشن، واخر كومنت هيكون عليه منشن من الناس اللي انا شايفاهم بيمنشنوا من اول اللايف وبيعملوا قلوب من اول اللايف وبيعملوا شير من اول اللايف، هتاخد زبده جوز الهند هديه. معانا مين كده؟ معانا مين مشارك؟ هدير. مين تاني؟ محدش بيمنشن تاني ليه؟ عايزه استخدم زيت الصاد صح لتخفيف الشعر فوق الشفايف. عينيا الاتنين. هو انا مش معايا، بس لو اعتبرنا ان ده الزيت، اولا بنشيل الشعر اللي فوق الشفايف بشكل صحي، يعني شكل صح. يعني لا اما ملقاط وابقى ماسكه بالملقاط طرف الشعرايه واشدها تطلع من الجدر، او بفتله من غير ما اعور جلدي او الهبه. ماشي. والفتله برضو نشيل من اتجاه الشعر المظبوط. بعد كده بتجيبي زيت الصعد وصابونه الصعد بقى. صابونه الصعد هتغسلي بيها المكان ده، ما تغسليش بيها المنطقه اللي فيها رموشك وحواجبك. صابونه الصعد عندنا هايله وقويه في تقليل الشعر. فلما تيجي تغسلي بيها ما تروحيش الله ريحتها حلوه فتروحي جايبه بقيه وشك. انا مش مسؤوله عنك، لان هي بتاثر جدا في تقليل الشعر. النص الفوقاني ده ما بنغسلوش بصابونه الصعد. اغسلي صابونه الصعد النص التحتاني ده بالدقن. ماشي. بعد كده هتجيبي الزيت كده وتبتدي تعملي كده 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 وتدلكي كويس قوي.
لو عندك دقن هرموني برضو فهتبتدي تاخديها معاها بالاويل. تدهني بقى من زيت الصعد كم مره؟ مينيموم 3 مرات في اليوم، مينيموم 3 مرات في اليوم، مع ازاله الشعر بشكل كويس. وتقدري تستخدمي زبده الصعد كمان للترطيب، تمام. والصابونه الله يبارك لكم، صابونه الصعد تاني طيبت الدوحه. صابونه الصعد ما تغسلوش بيها فوق، بنغسل بيها تحت، لان هي بتقلل النمو الشعر. فما تجوش عند الحته اللي فيها رموشكم وحواجبكم، رموشنا وحواجبنا ميكس الرموش والحواجب اهو، ميكس الرموش والحواجب. نونا بتقولي الفوت كريم يا ندى تحفه، ترطيب ولون وردي بجد تحفه، وميكس مقوي الاظافر اهو. انا طالعه لكم النهارده، فكرتيني والله يا نونا، ربنا يعزك ويحبب فيكي خلقه كمان وكمان. يا جماعه نونا اكبر دكان ستور مشهور في الشيخ زايد كلها. كل حاجه يعني، اي حد عايز حاجه بيروح عند نونا على طول، وش خلاص يعني. بصوا انا طالعه لكم برده، انا مش حاطه مانيكير، شايفين الضوافر الله اكبر ما شاء الله. انا كده ولسه كنت لسه قصاها، الناس اللي متابعاني كانت ضوافر الله اكبر طولت. انا بحب اقصها يعني، ما بحبهاش تطول، دي حوافر بقى لصحه الضفر كمان، وسنه عن النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تقعدش اكتر من 30 يوم، المفروض 40 يوم، انا ما بكملهاش شهر ولازم اقص في الامان. دي ضوافر يا جماعه اهي، باينه باينه اهي، ماشي. ده مقوي الاظافر. انا فعليا لان انا كان عندي نقص كالسيوم فظيع، كالسيوم العادي والايوني الاثنين، وما بقدرش اخد كالسيوم، عندي مشاكل صحيه تمنعني اني اخد الكالسيوم. بس ابتديت اخد الكالسيوم عن طريق الاكل، الجبنه القريش، اللبن، البيض، بذور الشيا، ماشي. ومقوي الاظافر. انا ضوافري دي ما كانتش بتتكسر كده والله، انا ضوافري دي من كام شهر كانت بتطلع طبقات، يعني الضفر ده بيطلع لوحده كده، الاقي طبقه نطرت كانها جلده كده وتتشال كلها، يا دوب اعمل الاقي طبقه تانية بتتشال كلها. كان بيتشال، يعوذ بالله يا رب ما يعودها عليا ولا على حد يا رب، ويمن علينا دايما بالصحه والعافيه. كان الضوافر دي بتطلع طبقات مش بتتكسر. انا عشان كده واحده الاقيها بتعيط ان ضفرها بيتكسر، ولا في ايه ضفرك بيتكسر؟ مفيش مشكله، ضفرك طبيعي بياخد طول معين ويقف، فمفيش مشكله. عشان انا شفت احساس وحش جدا ان انت ضفرك بيطلع قصادك كده طبقات، ماشي. بفضل الله والشكر لله، الحمد لله يا رب. مقوي الاظافر بتاع جرين شوب، وخاصه في التعديل الاخير، مش عايزه اقول لكم، هو فرشه زي المانيكير، مالوش دعوه بالوضوء خالص، لان هو مجموعه من الزيوت الطبيعيه والفيتامينات، فاصلا الضفر بيشربه. عشان الناس اللي بتقول لي تعمليه ازاي، هقول لكم دلوقتي. ده زيت الجليسرين من جرين شوب، ده لازم يبقى مع كل واحده في الشتاء. بصوا ما بينزلش. شايفين اهو زيت الجليسرين من جرين شوب وبس، شايفين تقله ولزقته. طب تعالوا بقى نشوف، مش هينزل الا لما ادوس عليه، هي مليانه. بصوا شايفين باين اللزوجه عامله ازاي، شايفين لزوجته عامله ازاي، نباتي 100%. بصي بقى ده اللي كيه الجليسرين في كل حته، ايه بيلزق ولا تحسي بيه، الجلد شربه. من الجليسرين من الحاجات الحلوه جدا برضو للضوافر. فلما باجي ادهنه، بصوا انا بعمل ايه في الضفر لما باجي اعمل مقوي الاظافر، بس هو جوه مش هقوم اجيبه بصراحه، ماشي. بعمل كده، بفضل اعمل مساج للضفر ومن جوه، يعني باخد كده الزيت، باخد الضفر كده من جوه ومن بره والجلد اللي حواليه، وافضل اعمل مساج كده وانت قاعده قدام التلفزيون، ماشي. وانت قاعده قدام التلفزيون بتعملي كده اهو، مش خدي وقتك بقى، ماشي. وتشرب حطي تاني، وتشرب حطي تاني، وهكذا. بصوا زيت الجليسرين ولا حتى سايب لمعه، ولا سايب لمعه والله. النقاوه دي ما حد بيبيعها في السوق، ونازل عليه عرض. الجليسرين ده بقى بتاع استخدمي الايه، تعالي وانا اقول لك، عشان ده لكل حاجه.
اولا بتستخدميه مع الليب بالم او على الشفايف دايركت. يعني انا ممكن اخد برضو كده مع زبده جوز ولما هتحطيه على الشفايف هتلاقي طعمه لو جه على لسانك مسكر، لان هو نباتي 100%، مستخرج نباتي 100%. فانا كده طعمه هتلاقيه ايه؟ فيه سكر. ماشي، فهو نباتي 100% بيور، وتقدري تستخدميه لترطيب مع اي مرطب لوشك ولعينك، لان هو بيملى الخطوط الرفيعه وبيملى الوش. يعني حتى من الوصفات اللي انا عاملاها للامتلاء هتلاقيني مدخله الجليسرين النباتي بتاعنا. اي وصفه بقولها للناس عن الخطوط والتجاعيد سواء لمنطقه العين او للوش بستخدم الجليسرين بتاعنا. الناس اللي عندها منطقه البكيني والمناطق الحساسه مكرمشه في الوصفات لازم احط زيت الجليسرين النباتي، لانه هو بيعمل زي الكولاجين، وكل ما يكون سريع الامتصاص كده كل ما يكون تأثيري اقوى. سارة انت زي القمر، روحك حلوه قوي ما شاء الله حبيبه قلبي، والله يعني كل حلوه. اقول لكم غسله المواعين وطالعه وكنت قاعده بدهن على الحرق بتاع ايدي. ربنا يسعدكم يا رب. فالجليسرين يا بنات اللي ما جربتوش والله خسرانه عمرها كله مش نص عمرها. الازازه دي الجوده اللي جواها عشان تجيبيها مش عايزه اخدكم والله العظيم بالاسعار، ماشي؟ انا مش عايزه اخدكم بس يعني ناو اللي هو الامريكاني بتاع الخواجه، ماشي؟ انا ماليش دعوه بالمقاطعه دلوقتي عشان انا ما ببيعوش، ماشي؟ انا بقول قارنيه بقى بناو، ماشي؟ اللي هو الاورجانيك النباتي، شوفيه سعره كام. انا مش هقول نزل عرض الزيت ده ما ينفعش ما يبقاش موجود معاكي. وزيت فول السوداني والبابونج انا سايباهم عندي بديل الميبو. او اي التهابات بتحصل لي في بشره في ايد في اي حاجه بستخدمهم، بيهدوا الالتهابات بشكل رهيب. بصوا هو الحرق اهو الحمد لله، عشان ابتديت اعمله على طول. ده كان امبارح بالليل، من بعيد شويه ممكن هتلاقوه لسه معلم شويه، بس انا ايه شغاله زي ما انتم شايفين كده. حتى وانا معاكم انتي زي القمر، كفايه ضحكتك وروحك الحلوه، ربنا يسعد قلبك يا رب ويحلي ايامك. اهو بحط كده واسيب، ده اللي انا بقوله على طول عشان ما يسيبش اثر، ما يسيبش اثر. الجليسرين النباتي كمان بيستخدم مع الفود باتر او مع زبده الشيا لتشققات القدمين، ماشي؟ تقدري ترطبي بيه المناطق الحساسه بشكل امن. لو عايزه تستخدميه لوحده مفيش مشكله، تقدري تستخدميه مع زبده الشيا العادي ابسط حاجه، تقدري تستخدميه مع زيت الجوجوبا. انا عاوزه احب شعري، ممكن ده ليكي انتي مش لنا احنا. انا عامله اللي عليا وزياده. استشاره مجانيه فاتحينها لك من بكره لحد يوم 10. خصومات وعروض موجوده على كل منتج. المجموعات العلاجيه عشان لو عايزه تحب شعرك بجد وتاخد الروتين الكامل اللي هيجيب بالنهيه معاكي، عامله لك على كل مجموعه بدل الخصم خصمين. عداني العيب وازح. انا كده وفرت لك كل الوسائل الراحه ان انت تتحطي على الطريق الصح عشان تحبي شعرك زي ساره، تحبي جسمك، تحبي وشك زي ما هو، تحبي عينيكي، تحبي ايديكي، تحبي ضوافرك، رموشك، حواجبك، تحبي كل حاجه. طيب حاضر يا جميله، والله ما شفت سؤالك. عينيا بتقولي لي ايه هو ينفع مجموعه الانبات من غير الامبولات ولا لا؟ حسب الحاله يا جميله، حسب الحاله. بس من كثيره لا يدرك قليله لا يترك. يعني ايه؟ يعني لو حاله هي يدوب شعرها بس بيقع بس كثافه الشعر كويسه، ما عندناش حالات صلع وراثي، ما عندناش فراغات، ما عندناش ثعلبه، مش لازم امبولات. انا ما بقولش امبولات اساسا، ما بقولهاش للناس الا لو واحده هي حابه تشتريها. انا بديها مجموعه الانبات مع الاتنين شامبو، ما بديش امبولات. طيب انما لو واحده عندها فراغات في الشعر، عندنا صلع وراثي، بهدلنا شعرنا باي شكل من الاشكال، بناخد الامبولات كعنصر داعم عشان احنا عندنا مشكله قويه، ماشي؟ فعايزين نشغل الدنيا اسرع، ماشي؟ عشان السيركل بتاع او الدايره او دوره حياه الشعرايه نزقها
بتبقى محتاجين زقه في الاول. عارفين العربيه المبطوطه خالص دي مهما كان محتاجه زقه. تسلمي يا منى علي، محتاجه زقه مننا. ماشي. طيب انا الميزانيه يا ندى، انا عندي صلع وراثي، وكنت عامله فرد، وكنت عامله كذا، وعندي فراغات فعلا، وشعري متدمر ومتبهدل، بس انا الميزانيه انا المفروض كده اخد امبات مثلا. انت عايزه المفروض تاخدي امبات مع الامبولات مع الشامبو ده لبصيلات الشعر، وكمان عايزه اعالج شعري. هعالج شعري بايه؟ هاخد مجموعه الترميم. طبعا انا يا ندى ما اقدرش اخد كل ده، ما تاخدهوش. خدي حاجه يعني ايه، واحده انا كده شغاله لكم بقى ايه. انا بدبر لكم. انا الشركه بتوعي هيطردوني من اللي انا بعمله معاكم على اللايفات. بصي تعالي، انت الميزانيه بتاعتك تعبانه، امشي حته حته. يعني ايه حته حته؟ خدي مجموعه الانبات مع الشامبو في الاول، امشي عليها، زقي اول زقه بتاعت اول 3 اشهر. ماشي. وهتكوني حوشتي خلال ال3 اشهر قرشين تاني حلوين. ماشي. لان انت كل شهر هتجيبي الروتين بتاعك، هتجيبي اللي يكفيكي عشان ما تقطعيش الروتين بتاع البصيلات. بس من وانت بقى بتجيبي مجموعه الانبات، دكني قرش كده، دكني قرش كده، وكلنا عارفين دكني حته كده حته كده. ماشي. هتلاقيكي بعد 3 اشهر معاكي فلوس تبتدي تدخلي على ايه؟ على الترميم. ماشي. طيب انا حوشت القرشين ولسه معيش ترميم وعايزه اطري شعري، خدي حمام الكريم مع كريم التصفيف مع السيرم والشامبو الكريمي. ماشي. مش هيديكي علاج كامل للشعر، وبالذات لو شعرك متهالك او عامله فيه اي حاجه كيميائيه، لكن هيحسن معاكي كتير. خديها يا جماعه، خدوا الحاجه سلمه سلمه. ما انتوا بتقعدوا تبوظوا في شعركم وبشرتكم وتهملوا فيها سنين. بتقول انا عايزين كل حاجه وقتي. معاكي ميزانيه، ابتدي كله مع بعض. الميزانيه متاحه والحمد لله، ربنا يزيدك ويزيدنا من فضله. ابتدي كله مع بعض وانجزي دماغك. ماشي. انا عندي يعني خشي هاتي بقى المنتجات بتاعت العنايه بالجسم، شوفي هالاتك، شوفي تجاعيدك، شوفي حبوبك، شوفي شعرك، شوفي اللي انت عايزاه كله، وابتدي كله مع بعض عشان خلال 6 اشهر تلاقي جسمك كله قام. الغمقان اللي في الجسم راح، جلد الجسم بقى مشدود، وشنا بقى منور، هالات اتفتحت، الشعر ناعم، الفراغات اللي ابتدى البيبي هير يطلع والشعر ابتدى يطول، تلاقي كل حاجه بقت حلوه مع بعضها. ماشي. ده رايي انا. ميزانيه على قدها، يبقى هنبتدي حته حته. ماشي. ما انت بقالك كتير مبوظه. ماشي. فنبتدي حته حته. بالنسبه لي انا اولوياتي، انا لو مثلا واحده عايزه شعرها يطول وهي عندها فراغات وعايزه شعرها ينعم، يا ندى انت الاولويه العلميه الفراغات. اشتغل على البصيلات الاول. ماشي. لو ان هقول لكم تكايه بقى، ويا رب يتقبل نيتي يا رب، وتقوى الله دي يا رب يكتبها عندي، يكتبها لي عنده. انا ممكن في الاولويات دي اقول لك خدي الترميم، فهتفرحي، الله ده الشعر ابتدى ينعم، الله الترطيب ابتدى يبان. بس كل ده هيفضل مؤقت وضعيف طول ما جدر الشعرايه ضعيف. تمام كده تاني. فانا لو عايزه نتائج مؤقته تفرحك في الاول، ماشي وبس، وتيجي بقى تشتري تاني بقى واشجعك، هعمل ايه؟ هديكي ترميم الشعر في الاول لانه هو رهيب بصراحه. مجموعه ترميم الشعر مع الشامبو الكريمي مع السيرم، وفي حبه اضافات كمان لو حد عايز ياخدهم بياخدهم، بيودوا الشعر في حته تانيه. وشوفوا الريفيوهات، انا رافعها لكم ريلز صغيره، الريل 60 ثانيه، دقيقه واحده، وشوفي الناس اوكي جه تمام. لو انا عايزه حاجه مؤقته وبشغل نفسي وانا حد بتاع بيع، انا كل هدفي البيع، لا انا هدفي عامل ربنا فيكم. فعشان كده لما بتجيلي واحده وتبقى هتتجنن عشان شعرها يطرى، لا خدي انبات، او لا خدي انبات، ما انا الميزانيه مش هتكفي، لا هاخد التمرين الاول. لا في الاخر انا اصلا ما بقى وحش دلوقتي عشان انا بقيت صاحبه مرض وتعبانه. بقول لها انت سالتيني عن رايي، وانا رايي 1 2 3. انت بتقولي الميزانيه مش هتكفي، فانا بقول لك الصح ان احنا نبتدي من هنا. انت عايزه تبتدي من هناك، روحي بقى. معاك ربنا.
ماشي، بس الصح ان احنا نبتدي من هنا. هو لما تبقى المجاري طافحه في الشارع كده، ماشي، وطافحه في كذا حته، افضل اسد هنا وهنا وهنا ولا اروح اشوف الماسوره الام؟ انا بعمل كده، انا بروح اشوف الماسوره الام بقى، يعني نشوف المشكله اساسها منين ونروح نقفل ونصلح من هناك. بعد كده الباقي ده تصليحه سهل. انما كل شويه هاجي الم الميه من هنا، هاجي الم الميه من هنا، والماسوره الام خربانه والدنيا من تحت خربانه، ماشي، هتفضلي في دايره ما بتخلصيش وهفضل اسحب منك فلوس. انا بفرح لما بتجيلي واحده النتائج ما شاء الله وصلت لنتائج حلوه قوي وابتدي اخف لها الروتين فتشتري مني اقل. بس انتوا بصراحه حلوين، مش بتشتروا اقل ولا حاجه، عشان الميزانيه بقى لما هي بقى شعرها وبشرتها حلوين بتبتدي تدلع نفسها بقى. اديني بقى في مخمريات، اديني في كذا، واحنا عندنا حاجات للدلع وللعرايس ملهاش حل. يا لهوي على زيت الجليسرين في التلاجة، مش عارفه استخدمه في ايه. يا نهارك ابيض يا هديم، ده لكل حاجه، ده انا عايشه بيه، انا عايشه بيه الجليسرين ده على طول. والايدي، الناس اللي بتقول لي ايدك عشان انا قاعده برطب على طول، وزيت الجليسرين انا بدخله معايا في كل حاجه، في كل حاجه، لشفايفي، لعيني، لوشي، لجسمي، للاماكن الحساسه، للكعوب الرجلين، لكل حاجه. زيك يا شيماء، وحشاني وحشاني يا شوشو. يا جماعه انا الكومنتات اللي فوق انا مش لاقياها، فالله يبارك لكم. انا في مشكله على الفيسبوك، انا حتى مش شايفه العدد الحقيقي، فالله يبارك لكم اللي انا ما رديتش على سؤالها تكتبهولي تاني. ماشي، ممكن يبقى. شكرا. احلى مسا على عيونك يا قلبي، ده انا اللي مبسوطه ان انت لحقتي اللايف. معلش يا بنات، لو حد، انا جبت تليفون تاني اهو هحاول اشوف منه الاسئله. انا بس بحاول لما بجاوب على سؤال واحده اقول اغلب المعلومات عشان اللي عندها مشكله تانية تبقى عارفه هتبتدي منين وتعمل ايه. ماشي، خش شوفي، ابتدوا يا بنات، والله بيفرق في نفسيتنا قوي، بيفرق في نفسيتنا قوي. زي ما بتجيلي واحده مثلا تقول لي ايه وشي والتجاعيد والحبوب والهالات، وبعد كده تقول لي بس انا معيش فلوس لكل ده، اعمل ايه؟ تعالي اقول لك برضه تعملي ايه. كل حاجه ما عندوش ليها حل. الشركاء بتوعي هيقتلوني. انا بقعد اوفر لكم وده علميا في البيزنس مش بيزنس، ده مش بيزنس اللي انا عاملاه ده خالص. ماشي، بس تعالوا انتوا حبايبي، هتعملي ايه بقى؟ خدي مجموعه الهالات، هتاخدي مجموعه الهالات مع الصن بلوك وكريم الحبوب وزيت شجره الشاي. ليه بقى؟ لان مجموعه الهالات هتقدري المنتجات بتاعتها تستخدميها للوش كله، ومعاكي الصن بلوك فهيحمي الوش كله، فهيبتدي تحسي بتفتيح. ماشي، وكريم الحبوب وزيت شجره الشاي دول اساسي قلنا عند اي بنت تحت ال60 سنه. ماشي، عشان لو اي حبايه فوق الجلد او تحت الجلد او اثار حبايه بتتعاملي بيهم زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله الحرق انتوا بالنسبه لكم مش شايفينه، انا شايفاه اثره لسه، بفضل ادهن لحد ما اثره يختفي تماما. اعملي كده في الحبايه، عشان انا بعمل كده في الحبوب اللي بتطلع لي في وشي. انا عندي حبايه شايفينها اهي، ماشي، شغاله برضو بكريم الحبوب زيت شجره الشاي. مش هي بقت اثر كده سيبها، ما برحمهاش. كريم حبوب وزيت شجره الشاي لحد ما تقول جاي وتمشي بلا رجعه. تمام، فهو ده الصح. ماشي، فكل حاجه ليها حل، يعني حتى عشان في بنات بتتحرج ما تتحرجيش. ماشي، احنا في جرين شوب والفريق بتاعي كله بنات زي السكر. ماشي، فهتخشي وكله تحت اشرافي، فخشي شوفي اللي انت عايزاه وبعد كده قولي لها طب انا الميزانيه مش جايبه ده، هنقول لك تبتدي بايه. ماشي، بس للعلم برضه سي مثلا انت عندك مشكله زي الحبوب، انت خدتي مثلا يا دوب كام منتج ترطيب مع كريم الحبوب وزيت شجره الشاي، ده مش روتين متكامل، بس ده بدايه على ما تحوشي تاني وتاخدي بقيه المجموعه تحسني الدنيا. فما ترجعيش تساليني برضو عن نتائج كامله، اساليني عن نتائج كامله لو انت واخده على نظام واحد وكمان واخده روتين كامل اللي انا وصفتهولك والتزمتي عليه مده الكورس كامله. النقطه دي مهمه، والله يبارك لكم. حاجه مهمه قوي، هرد على اسئلتكم، حاجه مهمه جدا جدا جدا. الاستشارات المجانيه، العروض، المتابعات في ال5 ايام اللي بنفتحهم في الشهر.
يعني ايه؟ انت واخده على نظام واحد ليكي متابعه، ما تخشيليش ممكن تخشي لي لما تعوزي تعملي متابعه في الوقت اللي احنا فاتحين فيه الحجوزات والاستشارات المجانيه. ماشي؟ متابعات، استشارات، عروض في ال5 ايام اللي بنفتحهم في الشهر فقط لا غير. حاجه مهمه قوي بقى، يعني ايه متابعه؟ عشان في ناس بتفتكر المتابعه ان انا ماما. انا مش ماما. عشان انا لو مامتك وبتعملي فيا اللي انتوا بتعملوه كان زماني اتبريت منكم اساسا. ماشي؟ مش انتوا كلكم، الناس التانيين هم عارفين نفسهم. ماشي؟ المتابعه دي يا حبيبه قلبي يعني لما تاخدي تبقي واخده على نظام واحد، تاخدي الروتين كامل اللي انا قلته، تلتزمي عليه بحذافيره مده ما تقلش عن 3 شهور. رجعي لي بعد 3 شهور بقى قولي لي عملنا ايه وصلنا لفين. انما فكره ان انت بتخشي لي كل اسبوعين 3 وكل شهر وكل 3 اسابيع، دي مش متابعه، دي انت بتدوشيني على الفاضي وموتره نفسك على الفاضي. لان انا قايله بقول اصلا الكورس من 6 شهور لسنه، انت قاعده مهتمه وبتسالي كل ساعتين 3 ليه؟ انا في ناس فعليا مش برضه بعلهم، لان انا بلاقيهم هم اصلا متوترين. التوتر لوحده هيطلع لك حبوب وهيوقع لك شعرك وهيعمل لك تجاعيد وهيعمل لك هالات وهيتعب لك القولون العصبي زي ما انتوا تعبين قولوني كده. تمام؟ فمش عشان حاجه، عشان هي بجد لازم تهدى الاول. هي لو هديت ماشي، اول سبب من اسباب المشاكل بتاع شعرك وبشرتك احنا كده قضينا عليه. يعني قضينا على سبب، نخش على الباقي بقى نعالج براحتنا. ماشي؟ انما ما ينفعش واحده عايشه ستريس على طول ومتوتره على طول. ده في واحده بتصور لي حواجبها عندهم بالشعر. انا ما بعرفش اتعامل مع الناس دي، مش هتوصلي النتيجه، صدقيني ما هتوصلي. لازم انت تستخدمي الحاجه ماشي، وتتعودي ان ده الروتين بتاعك تعمليه كل يوم. ماشي؟ ابقي شوفي كمان 3 اشهر 4 اشهر ماشي، وبالذات الناس اللي واخده على نظام واحد، فانت عندك الصور بتاعتك اول ما دخلتي لي بشرتك عامله ازاي وشعرك عامل ازاي. تعالي بعد 3 اشهر، ولو ما التزمتيش ما تجيليش تاني. لو ما التزمتيش ما تجيليش، عشان انا هعرف هتحلفي تمشي لي على الميه، هعرف، وبيبقى شكلكم وحش في الاخر. ماشي؟ وبحس ان انتوا الحته دي معلش سامحوني هتكلم فيها عشان هي بتضايقني. بحس ان الناس اللي بتعمل كده بحس ان هي بتستحل شقايه وتعبي. يعني بحس عشان انا فاتحه بابي للكل وفاتحه قلبي للكل، فعشان كده اي حد بتخشوا تعملوا كده. ماشي؟ ويبقى في كذب وفي لوع ولف ودوران، وانا ما بحبش اصلا في حياتي اتعامل مع الناس دي. تمام؟ عشان انتي لو نفس الشخص ده لو هي بتروح لدكتوره وبتدفع تاكسي ولا اوبر ولا مواصلات لحدها وتروح تدفع فيزيتا بقد كده عشان تخش لها، عمرك ما هتعملي معاها اللي انت بتعمليه معايا. ماشي؟ عمرك ما هتروحي لها كل اسبوع تدفعي فيزيتا عشان تقولي لها بصي انا حاسه حاجبي من هنا اهو ما بقاش عامل كده اهو. والله انا بشوف، انا ما بتريقش، والله ما بتريق، انا بشوف العجب. انتوا فاكرين ان بقول صاحبة مرض ده من شويه؟ من اللي انا بشوفه ده انا جبل. السنو وايت الاول ولا الصن بلوك يا قمر؟ والله انت اللي قمر. لا السنو، نحط الصن بلوك الاول وبعد كده السنو وايت عشان تيجي معاكي لوك حلو. وزعي السنو وايت على طول على ترتيب حلو، بنوزع التنت على ترتيب حلو. يا حلو انت يا حلو. تمام؟ فالمتابعات الله يبارك لكم. ازيك يا منى؟ وحشاني. كوكي بتسأل سؤال اهو ظهر لي الحمد لله. بتقول صاحبتي دايما بتسمع ان مزيلات العرق بتجيب امراض وحشه. ده فعلا، ده مش كلام. اللهم احفظنا يا رب. وكده حتى لو كانت ماركه، لا مش كل الماركات. فعندها خوف من الحته دي وبتستخدم سبراي بس على الهدوم وبرفم. نفسها تستخدم مزيل جرين شوب لكنها خايفه. يا رب يعافينا جميعا. انا معايا عملاء وكان عندهم يعني شايلين وراهم من السد وبيستخدموا نزلات العرق بتاعه جرين شوب بكل امان من بعد العمليه، وبقالهم سنين معانا وزي الفل. الله اكبر. المزيل العرق بتاع جرين شوب لا يمنع التعرق، ما بيقفلش المسام، ما فيهوش مواد
كيميائية، كله مواد طبيعية اورجانيك فقط لا غير. والله انت اللي وحشاني اكتر يا شيماء. انتوا اصلا اسعاركم مقارنه باللي بره لا تذكر، وخصوصا ان ما شاء الله نتائجها هايله. ميرسي يا مها، قولي لنا جربتي ايه معانا وكانت نتائجه بالنسبه لك مبهره. ينفع استخدم ميكس الانبات للحواجب؟ طب انا بيجيلي السؤال ده كتير، تقول لي انا ميكس الانبات عاجبني وبيبقى عامل معاها قلبان في شعرها وطلع بيبي هير وبيبي هير طول وتقل والشعر عمل عمايله، فبتبقى عايزه تستخدمه لحواجبها. ينفع؟ ينفع نستخدمه للحواجب مش للرموش، للحواجب ماشي. وبتدلكي كويس وبتسيبيه ساعتين بحد اقصى وتغسليه، ساعتين بحد اقصى وتغسليه. يعني ممكن نعمل الحمام ده لحواجبنا بميكس الانبات مرتين لثلاثة في الاسبوع مع المسكرة بتاعة التقوية بتاعة الحواجب والرموش. حواجبك هتبقى قد كده. هتبتدي تخفيها. هدير بتقول بصراحة نفحات بتردي في أي وقت، احنا والله ما بنتأخر يا هدير، بس أنا بس كل اللي بطلبه من الناس إن هم يكونوا مقدرين وقتنا إن احنا بنديهولكم بدون أي مقابل، فقدروا ده. يعني احنا بنعمل حاجة محبة بحب ماشي. فيا ريت الاقي كل الناس حلوة زيك وزي البنات الحلوين الموجودين وزي شيماء وزي منى وزي الناس الحلوة دي كلها. طيب برنسس شيماء كاتبالي كومنت طويل يا رب يطلع خير، بتقول انا جبت روتين الكيرلي كله وكانت بنتي عامله فرد. انا ما قلتلكيش تمام، هو ده بقى. انا بقعد اسال واقرر فيكم ودلوقتي حاسه الشعر بيتساقط، ده نتيجه الفرد طبعا. مع ان روتين الشعر بقى طري وبيتسرح كويس، ودلوقتي حاساه مش بيطول طبعا، فعايزه حاجه في الروتين تطوله بسرعه وتقل التساقط. طيب بصي يا شيماء والبنات الحلوين اللي زي شيماء، انت لما ما بتقوليش ما بتفيديش نفسك ولا بنوتك ماشي. لان انت اصلا لو قلتي كنت انا اهتميت، بدل ما تاخدي روتين الكيرلي كامل كنت هديكي اساسا حاجات للبصيلات عشان الشعر البنت ما يوصلش للحاله دي اللي انت بتقوليها. يعني انت لو قلتي لي اصلا من اول ان البنت ده كان شعرها مفروض ماشي، كنت هقولك تاخد حاجات للبصيلات عشان نلحقها قبل ما تقع نتيجه الفورمالين والفرد. فهمتوا انا قصدي ايه؟ بقول لكم قولوا لي الصراحه ليه، عشان تشتري الحاجه اللي هتفيد ماشي. انا عايزه اقول لكم ايه، مش هتكلم على دراسات ولا شهادات ولا هتكلم على اي حاجه. انا بقالي حوالي فعليا 9 سنين، فعليا 9 سنين في المجال ده. انا بقالي 10 سنين دارسه وباحثه الحمد لله ماشي، لكن بقالي حوالي 9 سنين انا دايركت بتعامل مع ناس وستات ومر عليا كل حاجه في البشره والشعر والجسم، بدايه من حديث الولاده لحد 90 سنه تمام. فالخبره بتفرق. عارفين لما اقول ايه، مش بقارن يعني، مش مقارنه، بس انا شخصيا لما ببقى عندي تخصص معين في الدكتور وعايزاه، انا احب قوي الدكتور بتاع القصر العيني. ليه؟ مر عليه حالات بعدد شعر راس الكوكب. فخلاص بقى عنده خبره، مر عليه ده وده وده وعالج ده وده ما تعالجش، فجات له حاله تانية فعرف السبب فعالجه. الخبره والممارسه ماشي بتودي المتخصص البشر والشعر او الطبيب حتى في حته تانية خالص. ممكن دكتور جاي من بره وسنه 50 سنه هو قاعد بيدرس بس، وفي دكتور تاني اتخرج وخد الامتياز بتاعه من القصر العيني وشغال في القصر العيني وشغال في 3 مستشفيات تانية مع القصر العيني وعنده عياده بالليل ماشي، وعنده 50. الاتنين نفس الدكاتره يعني خريجي نفس السنه. انا شخصيا لو الدكتور بتاع بره اللي قاعد يدرس بره ده جاي والدكتور بتاع القصر العيني موجود هنا، انا هروح للدكتور بتاع القصر العيني
ماشي. ليه؟ عشان هو الدكتور ده قعد ال50 سنة بيمارس يوميا بكثافة حالات بيشوفها، ماشي. فخلاص بقى عنده خبرة، بقى عنده حكمة. عارفين لما كانوا زمان يقولوا على الدكتور حكيم؟ بقى عنده حكمة، عنده رؤية، عنده فلسفة علاجية، ماشي. بقى عارف ده بيحصل ايه، ده بعديه ممكن يحصل كذا، فيلحق يتفاداه بكذا، والدنيا بتمشي، ماشي. فالخبرة والممارسة بتفرق. فيا شوشو تقدري تخشي لنا، احنا فاتحين الاستشارات المجانيه من بكره يا روح قلبي. ابعتي لنا صوره شعر بنوتك برضو. انا مبسوطه اصلا ان الروتين الكامل الحمد لله حسن شعر البنوته، وانتي حاسه ان الشعريه اتحسنت. نبتدي ناخد بقى حاجات للبصيلات عشان التساقط وعشان يعلي معانا معدل طول الشعر. انا الاثنين. هناء ادمن هناء بتقول بلغيهم في الاستشاره يتابعوا معانا بالداتا سريعا عشان نلحق. طيب حاضر. بصوا يا بنات يا حلوين، في منكم بتخشوا الادمن بتخش لك تقول لك عايزه نظام 1 ولا 2 و3، بتقعدي يومين على ما بتقولي لها طب نظام 1 وتختفي. الناس اللي بتعمل كده وبتختفي بتيجي على ما بتحجزي بتبقى 3/4 الحاجات اللي المفروض تاخديها في الروتين اللي انا بوصفه لك مش موجوده، خلصت، ماشي. في ناس بتزعل وفي ناس ما بتزعلش، بس ايا كان انت ما استفدتيش بالفتره العروض اللي احنا فتحناها. وفي ناس اصلا ما بتلحقش العروض وبتحجز بره العروض وتاخد بالاسعار الاساسيه، برضه هي اوفر طبعا من بره، بس انا بقول لكم وفروا، وانت قدامك فرصه في 5 ايام اهو، هتاخدي استشاره مجانيه وتاخدي عروض كمان، خصومات حلوه قوي، والمجاميع عليها بدل خصم خصمين. فخش على طول. هشرح لهم حاضر يا هناء كمان الاستشارات. لو انت عايزه استشارات وش، تغسلي وشك بالميه والصابون خالص، بتفصلي الاتش دي من تليفونك، بتمسكي الكاميرا الاماميه ملمعاها حلو عشان تبين التفاصيل، مش هتصوري لا نور فوقك ولا نور في وشك ولا نور في ظهرك بشكل مباشر، عشان انا عايزه اشوف كل الديفوهات اللي في بشرتك اللي انت نفسك ما تعرفيهوش، تمام. هتتصوري لي صوره وشك كله على بعضه، صورة هنا للقورة لوحدها، صورة للدقن لوحدها، صورة للخد اليمين، صورة للخد الشمال. دي الصور اللي انا بحتاجها. وارجع اكد على حاجة بالنسبة للبشرة، انا مش ببقى عايزة اشوف وش القمر يا قمر منك ليه، انا ببقى محتاجة اشوف تفاصيل داخل البشرة، اشوف نسبة الاحمرار الموجودة قد ايه وتوزيعها فين، لو في تصبغات اشوف مدى التصبغات ومدى عمقها وتوزيعها عامل ازاي على البشرة ودرجتها عاملة ازاي، اشوف المسام وتوزيع المسام وفين واسع وفين ضيق عشان افهم كل، يعني هي حاجات كده زي البازل انا بعرفها مع الاسئله اللي انت بتبعتيها مع الصور بالتفاصيل اللي انا ببقى محتاجاها زي البازل، بلاقي الصوره بقى كامله قدامي، فبقدر افيدك صح، سواء هتاخدي مني حاجات والحاجات دي هتجيب معاكي نتيجه كويسه، او هتاخدي مني حاجات واقول لك النتيجه هتبقى 50-60% بس بعد الكورس، او هقول لك لا انت حالتك يا حبيبه قلبي مش عندي انا، لازم تروحي للدكتور جلديه، ماشي. لازم البازل ده يكمل كله قصادي، عشان في واحده تبعته تقولي يعني انتوا مش شايفين ما وشي باين اهو، ما انا مش عايزه اشوف وشك، انا عايزه اشوف تفاصيل داخل بشرتك. التفاصيل دي بقى لاي سبب ايا كان، موبايلك بقى مش كويس، او انت فاتحه الاتش دي، او انت مش عارفه تصوري لاي سبب ايا كان، انا في الاخر ما وصليش المعلومه اللي انا اقدر افيدك بيها. حاجه مهمه قوي التكنيك بتاع التصوير ده حاليا بيستخدم في اكبر مراكز تجميل في العالم، يعني شام الذهبي، المركز بتاع شام الذهبي اللي هي بنت اصاله، لما حد بيروح لها لبشرتها وهي شايفه البشره كده ولمسها وكل حاجه لازم بتاخد لها الصور. بفضل الله انا بقالي حوالي 8 سنين ماشيه بنظام الاستشارات الاونلاين ده تكنيك انا معتمداه من 8 سنين فاتوا. السنه دي ابتدى يكون موجود في كل مراكز التجميل والكبيره زي جول وزي شام الذهبي وزي حاجات تانية بره مصر، وكمان هتلاقي في الكلينيك الكوري في كوريا وشرق اسيا بيعملوا التكنيك ده عشان يقفوا يشوفوا كل تفصيله داخل البشره،
عشان يعرفوا يبتدوا منين ويقفوا فين. يعني ساعات واحده تخش تقولي تفتيح 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 عارفه اديني في فواتح يا ايه. مين اللي طالعه ترند دي؟ اسمها ايه؟ ام ساجده. ام ساجده بتطلع لي منزلاني من الحنفيه، ما اعرفش الكوافير اسمه ايه برضه اللي طالع معاها ترند ده يا بنات. قولوا لي اسمه ايه. اديني في الفواتح يا عماد، ولا ما اعرفش اسمه ايه. ثواني عشان انا عايزه اشوف الكومنتات. مش ماشي. استنى اشوف، يمكن حد عارف حد عارف الترند يا بنات، حد متابع ولا كلكم زيي ولا ايه؟ كوكي بتقولي زيت الجليسرين ينفع استخدمه للندبات مع مجموعة الهالات ومجموعة ترميم بشرة؟ ممكن يا كوكي، ممكن طبعا ممكن. بنتي شعرها وهي حاطة زبدة الشيا حرق. ممكن لا استني كوت شعرها وهي حاطة زبدة الشيا. يا خراشي يا لهوي يا خرابي يا نهار ابيض يا مروه، اعمل ايه تاني مع شامبو كريم كده؟ لا ده احنا لازم نعمل ترميم من الاول. اذا كني بقول لكم ده الشعر لازم يبقى مغسول فل. محدش يعمل الحاجات دي. انا عارفه ان كل الحاجات دي طالعه ترندات. اسمعوا كلامي، بلاش تسمعوا كلام الترندات. والله الترندات ده ودى الدنيا في داهيه، والجروبات اللي كل واحده بتخش تفتي للتانيه دي، والله في ناس بتخش تفتي شر. والله تاني في بنات بتخش تفتي على الجروبات دي شر. يعني هي بتبقى اتأذت من حاجة بتخش تنصح بيها بقية البنات، وشفت ده بعيني. تاني في بنات بتخش على الجروبات بتاعت البنات الترند، الجروبات الكبيرة اللي فيها ناس كتير دي، وواحدة تقول لها اعمل ايه الوش عشان حبوب احسن حاجة، انصحوني يا بنات. اللي انصحوني يا بنات دي انا اعرف ناس منهم اللي بينزلوا في الكومنت هي كانت مأذية من حاجة بتكتب لها نفس الحاجة كنصيحة، وربنا يحفظنا ويعافينا. احنا بقينا بنتعامل مع نوعيات من البشر صعبة، مش هقول كلمة وحشة، صعبة بجد. انا زعلانة يا مروة على شعرها جدا جدا. ماشي، ما ينفعش حد يحط اي مادة زيتية ويحط عليها حرارة. ده اذا كان انا بقول لكم ما تفكوش الزبدة بحرارة، ماشي، عشان ما تتحولش المواد المضادة للاكسدة لمواد مؤكسدة. ابعتيلي بقى، خدي الاستشاره يا مروه بكره. اغسلي شعر البنت من النهارده، هتغسلي بيه. تعالوا بقى عشان مروه والناس اللي زي مروه وعايزين استشاره للشعر. هتغسلي شعرك اولا مش هتعملي اي عك قبل الشاور خالص. لا تحطي لي بيض ولا سمنه ولا بذر الكتان ولا بذر بطيخ ولا اي حاجه على شعرك خالص. ماشي، هتخشي تجيبي شامبو من اللي بيعمل رغوه ده وتغسلي شعرك حلو قوي كله. مش تعملي لي كده هو تقولي اصل الباقي هيتغسل لوحده. لما بيتغسلش لوحده، بنغسل شعرنا كله يرغي ان شاء الله تكون طول شعرك لحد ركبك، ماشي، وتشطفيه حلو. تكرري الخطوه دي 3 مرات. بعد كده هتخرجي سرحي شعرك وسيبيه منطلق في الحياه، ينشف على طبيعته. لا تنشفي بسشوار ولا حتى على البارد، ولا تعملي ضفيره ولا كحكه ولا ديل حصان. عايزه اشوف الشعر على طبيعته تامه بشكل كامل. ليه؟ انا عايزه اشوف الشعريه خاليه تماما من الزيوت، تمام، عشان اشوف حقيقه او درجه تقصيف الشعر او درجه تضرر الشعر واصل لحد فين. ده مش هيوصل لي بشكل واضح وصح، ماشي، والشعرايه لا مترطبه. ما انت لما هتعملي ديل حصان هلاقي اللي فوق ده مفرود من الميه والكتمه. لا انا عايزه اشوف التجعيده بتاعت الشعر، لان كل دي برضو حاجات مع الاسئله اللي بتجاوب عليها بتبقى زي البازل، بتخلي الصوره واضحه قدامي زي الشمس، فبقدر افيدك صح. والحاجه اللي بقولك عليها بفضل الله وحده لما بتمشي عليها مظبوط، مده الكورس مظبوط، بتشوفي نتائج انت نفسك ما كنتش تحلمي بيها. لا اما هقولك النتائج ايه 40 50% 60%، لا اما هقولك علاجك مش عندي يا بنت الناس وروحي للدكتور. ماشي، لازم الحاجات دي كلها تكون واضحه. تاني
اللي عايزه فيا مروه والناس اللي عايزه استشاره لشعرها، اغسلوا شعركم من النهارده عشان يلحق ينشف يا حلوين. ماشي. بحتاج الشعر ناشف تماما، ناشف تماما بدون سشوار، ولا تلفيه كحك، ولا تلفي طاقيه، ولا تعملي ضفيره، ولا تعملي حده دي الحصان. اصل يا ندى هيبقى قد كده، سيبوهولي قد كده اشوفه واشوف طبيعه الشعرايه نفسها، وبعد كده ادهنيه يا ست البنات. اصل الدهان لوحده ساعتها مش هينيمه. خدي شاور، الدنيا ما تهدتش. انا محتاجه اشوف الشعرايه مدى التضرر اللي فيها وترقق الشعرايه عشان يبان. ما في حبه حاجات دي فنيات شغلي انا، تمام. لازم اشوف الشعرايه نفسها. ده في شعرايه تمسكيها كده ما تبانش، وفي شعرايه تمسكيها كده حلوه صلبه باينه، ايا كان لون الشعرايه، حتى لو شعرايه لونها صفر اصفر بس الشعرايه محترمه كده باينه. وفي شعرايه هشه خالص وضعيفه، وفي شعرايه تتقطم، وفي شعرايه نازله متقصفه على فرعين وفي على 3. لازم اشوف كل التفاصيل دي، درجه لون وبهتان الشعر واصل لحد فين. ماشي. كل الحاجات دي مهمه في شغلي انا، ان انا اقيم واقدر افيدك مظبوط بما يرضي الله. انا شعري كيرلي بعد ما بغسله، بعد ما بينشف بيبقى خشن وكاني ما غسلتوش ولا سرحته. ما اكيد ما بترطبيش يا ملك. لو بتمشي على، لو انت عندك روتين ترميم الكيرلي ماشي، وبتستخدمي الشامبو الكريمي بعد اخر شامبو، وبترطبي بكريم التصفيف مع السيرم، هتلاقي الشعر راح في حته تانية. شوفي يا ملك الريفيو اللي انا لسه رافعاه في ريل امبارح، رافعه لكم ريفيوهين، انزلوا شوفوهم. شوفوا الشعر كان بيبقى عامل ازاي وبتحول ازاي. الله اكبر ما شاء الله. حتى الشعر الافريقي شوفي الشعريه كانت عامله ازاي ومجعده ازاي واتفردت بقت حلوه ازاي. شوفوا بنفسكم الريفيوهات الناس اللي بعتاها وفرحانه بيها. ايوه اسمه وحيد لاشين. منى حبيبتي على طول بتنقذني. منى انت صاحبتي يا منى. منى احنا خلاص بقينا اصحاب يا منى، مش معقول. كانت لسه ريهام سعيد عملت مشكله حصلت مع عميله معايا. ده كل ده اكل عيش، ده كل ده ترند يا منى، ترند. هو اللي بيبقى قاصد يعمله، هو ذكي، ذكي بصراحه. ماشي. ايوه اديني في الفواكه يا وحيد. يا لاشين، يا وحيد لاشين، اديني في الفواكه يا وحيد. حبيبه قلبي يا سوزانا، وحشاني قوي. انت اللي وحشاني قوي. وحشني اوردرات جرين شوب والله، وانت وحشانه اكتر. مفيش حل لريحة ميكس القطران، هو ريحته كويسة بس شديدة. طب بصي يا ست الكل، عشان هو الزيوت اللي جواه مركزة جدا، في زيت توم أعلى تركيز، وزيت بصل، وزيت روزماري، وزيت حبة بركة، وزيت حنة، وأملأ، في كل الزيوت اللي ممكن تتخيليها بتركيزات مش موجودة، محدش هيبيعها لكم، فطبيعي إن هيبقى ريحته قوية. بصي يا ست البنات، قدامك حل سكة من اتنين. اول سكه تمام ان انت تغسلي الشعر حلو قوي 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 بالشامبو الرغوي، واخر غسله بالشامبو الكريمي. بعد كده اول ما بتطلعي هتحطي السيرم مع المخمريه مع ميكس الاطفال. لو انت بتحبي الشرقي خدي المخمريه العود عشان تفوحي اكتر. هتحطي سيرم الشعر بتاع البندق مع المخمريه على ايدك كده، ودلكي الشعرايه بقى، يعني دلكي الشعر من جوه وبره، ولف الشعر طاقيه زي ما احنا متفقين، اللي هو التكنيك الاساسي بتاع ترميم الشعر. لما هتلفي طاقيه وتلبسي المونيستان، لما تفكي هتلاقي الشعر ريحته حلوه، لان الريحه اللي اتكتمت واتعتقت ريحه ايه؟ ريحه المخمريه بتاعت العود الطبيعيه 100% اللي بتنفع للجسم والبشره والشعر، تمام. هتبقى هي الريحه اللي كتمت. لما تفك شعرك بقى ادهني الكريم. اعملي التكنيك ده يا سوزانا زي ما بقوله، وكل البنات اللي بتستخدم ميكس الاطران اعملوا التكنيك ده زي ما بقوله. انسي بقى اي بواقي ريحه. نغسل الشعر كويس بالشامبو 3 مرات، شامبو الكريمي، حمام الكريم، اخرج هوي شعري انشفه كويس جدا بالمايكرو فايبر، البونين مايكرو فايبر، او بالفوطه بتاعتك او اي حاجه. سيبيه لما يتهوى، لما يبقى يا دوب مندي هنحط السيرم مع المخمريه. ادلك مش يا دوب كده على الوش وخلاص، لا دلكي الشعرايه من جوه. خدي شعرك كده من جوه ادهنيه كويس،
لفي شعرك طاقيه بونستان، لما تفكيه دايلي من الريحه الحلوه. دي سكه. السكه التانيه ان انت ممكن اصلا تستخدمي ميكس الاطاله. ماشي. مم، هو بيشتغل اكتر على معدل طول الشعر، بس برضو بيدي معانا نتيجه حلوه في الانبات، بس متاخره عن مش بنفس قوه طبعا ميكس الانبات، عشان ما اكدبش عليكي برضو انا صريحه. وفي كلتا الاحوال تقدروا تستخدموا المخمريه مع السيرم، بتعمل ريحه حلوه قوي. ايوه يا ملك، وحيد ده كلكم عارفين اهو، وحيد لاشين. ايوه اديني في الفواتح يا وحيد. جزاك الله كل خير، اهي الدعوه دي بالدنيا كلها، يا رب يجازينا كلنا كل خير يا رب. هديه بتقولي قولي تاني. ماسك حليب جوز الهند بيتغسل على طول. ماسك حليب جوز الهند بيتغسل على طول. سكراب النعناع بيتغسل على طول. وسكراب الفراوله كمان تقدري تغسليه على طول، ما بتحطهوش. بنفرك ونشرف على طول. الحاجات دي قويه جدا، فمش محتاجه تسيبيها على بشرتك اساسا. ماشي. والشايني اي وسيرم الهيلورونيك اسيد مش بيتحط وانتي بتتعرضي للنار. هو الطبيعي ان انا هاجي اتعرض للنار يا هدير صن بلوك. انا لما ببقى واقفه قدام البوتاجاز او الفرن، ماشي، بحط الصن بلوك، يعني بحط برطب بالصن بلوك واكرره. لما ابقى اخلص مطبخي بقى واشطب مواعيني انا بخش اخد الدش بتاعي واعمل روتين بشرتي بقى كله كامل على بعضه، واحط بقى الهيلورونيك اسيد واحط الكافيين واحط الجليسين وادلع نفسي على الاخر. انا لسه بعد ما اخلصكم ان شاء الله، لسه الدش بتاعي بقى والروتين. مجموعه الترميم حلوه قوي، ربنا يحلي ايامك. طيب في حد اسمه سامح رزق، ماشي، هو ديل الكلب عمره ما بيتعدل. حاشم نفسك وسط الستات ليه؟ فين الادمن بتاعه الصفحه تخش تعمل بلوك الاستاذ سامح اللي حاشم نفسه وسط الستات؟ عشان الراجل اللي بيحشم نفسه في وسط الستات ويتكلم ويهزر بيبقى له اسم معين، احنا ما بينفعش نقوله هنا. الادمن يا بنات، يارا، يا يارا، يا حنان، يا رضوى محتاجين استاذ سامح بس نخرجه بره اللايف عشان نعرفه بس ان احنا هنا ستات بس. ماشي. وسامح لو انت ست يا حبيبتي قولي لنا برضه، يعني عشان في بيبقى ستات حاطين اسم راجل. لو انت ست قولي لنا ان انت ست. لسه واخده بالي يا منى، هو خلاص عرف نفسه حبيبتي. يا منى، الماسك الحليبي الجديد الاستيكرات قديمه يا بنات، لسه ما عملتش استيكرات جديده، الاستيكرات دي موجوده من التشغيله القديمه. الماسك الحليبي الجديد حطيه واشطفيه، حطي مساج اشطفي زي سكراب النعناع زي سكراب الفراوله، لان انا في 2024 زودت المواد الفعاله في كل حاجه عشان كلكم ما عندكوش وقت، فعايزه انجز معاكم. والله وانا بحبك يا هاجر قوي، ربنا يسعد قلبك. يا بنات الادمنز بتوع السوشيال ميديا فين؟ الشاور جيلي مش هقدر اعمله لكم الحجز ده، بس ان شاء الله في الخطه الخمسيه. بشرتي حساسه وبتطلع حبوب. هي بشرتك بتطلع حبوب مش عشان حساسه، الا لو انت بتعملي فيها حاجه بتزودي الحساسيه اللي فيها فبتطلع حبوب. ماشي. عندي فاتحين لك استشاره مجانيه يا نانسي من بكره. من بكره ان شاء الله تقدري تسيبي رقمك في الرسايل وقولي عايزه احجز استشاره مجانيه، بس كده.
ماجي بتقول انا شعري جاف جدا ومقصف وبشرتي برضو مش لون موحد، عندنا استشاره مجانيه بكره ابعتلنا، وفي نظام واحد بتبعتلنا صور زي ما انا شرحت. لو ما سمعتنيش عيدي اللايف من الاول تاني. انا مش لاقيه حد يا بنات بيمنشن. اللي عايزه يا بنات الاستشاره المجانيه، الناس اللي مش عارفه الموضوع مش صعب، سيبي رقم الواتساب بتاعك على الرسايل وقولي لها عايزه احجز استشاره مجانيه، بس كده هتلاقي حد بيتواصل معاكي في دورك. والله يبارك لكم، احنا هنبتدي بكره في ارقام حاجزه من ساعه ما قفلنا الحجز اللي فات، فاكيد مش هنرد على نانسي النهارده اللي لسه حاجزه النهارده واسيب اللي بقالها شهر حاجزه. بنرد بالاقدميه، يعني اللي حاجزه بدري بيترد عليها بدري الاول، ماشي، وبعد كده بنرد على الباقيين، يعني بنرد بالترتيب. انا بحاول على قد ما اقدر اشتغل بعداله نعمل عداله في الموضوع، ماشي. فالناس اللي حاجزه القديم بنرد عليهم لحد ما نوصل النهارده، فالناس اللي لسه حاجزه النهارده مش مفيش ادمن هتخش لك بكره، ماشي. ولما الادمن بتخش لك بترد عليكي بعديها خلال 48 ساعه، احنا بنبقى عايزين نرد اسرع، عشان كده بقول لك على طول لما الادمن تخش لك اقفشيها وهي اونلاين، ماشي. خلصي معاها، ابعتي لها الحاجه بتاعتك كلها وابعتوا اسئلتكم كلها، الله يبارك لكم. يعني انت لو عايزه استشاره بشره شعر وجسم قولي لها من الاول بدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي. قولي لها انا محتاجه اعرف حاجات لبشرتي والشعري والجسمي عشان عندي 1 2 3. لو عايزه حاجات كمان لشعر بناتك قولي لها، وعندي بنتين عايزه لهم حاجات لشعرهم. ليه بقى؟ عشان الادمن تروح بعتلك الاسئله كلها مره واحده، تجاوب عليها مره واحده، تختصر على نفسك وقت وتوفر لنا احنا كمان وقت نقدر نرد بيه على ناس تانية، عشان نقدر نفيد الكل وما نتاخرش. اكتر حاجه بتخلينا نتاخر على بقيه الناس في الرد ان اقول لمين يا سندي خش على رسائل الصفحه، اللايف ده على صفحه جرين شوب، خشي على صفحه جرين شوب اولا اعملي فولو وخليني في الفيفوريت بتاعك، وبعد كده خشي على الرسايل سيبي رقم الواتساب بتاعك وقولي لها عايزه احجز استشاره مجانيه. حلو كده؟ خش على رسايل الصفحه واتفرجوا، هنزل لكم ريفيو. انا اتاخرت، هنزل لكم الريل دلوقتي بتاع الريفيو بتاع التفتيح وتفتيح المناطق الحساسه، ماشي. انا هقفل دلوقتي عشان انا ميعاد الريل اتاخر جدا، بس هطلع على التيك توك، يعني انا هرفع لكم الريل هنا وعلى الانستا وهطلع لايف على التيك توك. حبايبي اللي عايزين يجوا على التيك توك تعالوا بقى، وبتبقى قاعده سكر سهره زي السكر زيكم بالظبط، ماشي. يلا سلام عليكم. استنوا اخر واحده في هديه زبده جوز الهند، انا نسيت. داليا السيد، داليا السيد. بس يا داليا لو ما عملتيش شير يا داليا هسحب منك الهديه يا دودو. لو لقيتك مش عامله شير يا دودو، لو ما عملتيش، لو ما لقيتك في الاخر مش عامله شير هسحب منك الهديه يا داليا. داليا السيد يا جماعه، فين داليا؟ فين داليا؟ داليا السيد، داليا ردي عليا يا داليا عشان ما اديش الهديه للي بعدك يا داليا. لو داليا ما خدتش الهديه يبقى نجوى شاهين. لو داليا ما عملتش، لان داليا بتعمل قلوب، نجوى عملت منشن. طب يا داليا عملتي شير يا داليا؟ ردي عليا في الكومنتات قدام البنات يا داليا. طيرت الدوحة. يلا يا داليا الهدية يا الناس اللي ما كسبتش المرة دي استنوني، هطلع لايف بكرة كمان، كل لايف في واحدة هتكسب، كل لايف بكسب واحدة وكل لايف هدايا مختلفة. داليا ما بتردش عليا. طيب بما ان عملت شير وفين المنشن؟ عملتي منشن كام منشن يا داليا؟ ردي عليا الله يبارك لك، متأخرة
ردي عليا، مش عايزه اظلمك. عامله كام منشن؟ عشان انا كل مره ببقى شايفه، بس النهارده مش قادره اشوف الكومنتات، مش عارفه ليه. مش قادره اشوف الكومنتات. داليا ما بتردش، مش عارفه ليه. اللي بعد داليا يا ساندي. طيب بما ان داليا امينه، ماشي، داليا امينه، فيبقى هتبقى نجوى لاشين. نجوى لاشين هي اللي كسبت ست الجوز الهند. وحظك معانا المره الجايه يا داليا، تعملي منشن كتير، تعملي شير كتير طول اللايف في الكومنتات، والقلوب من الجنب تاني، عشان في ناس ما بتبقاش عارفه ايه المسابقه. كل الشروط ان انت تبقي معايا من اول اللايف، بتعملي منشن في الكومنت لاصحابك، وبتدوسي على قلوب طول اللايف من الجنب، تمام، وبتعملي شير لللايف. تعملي شير بقى على الواتساب، على الماسنجر، المهم تكوني عامله شير طول اللايف. نجوى لاشين زبدة جوز الهند، الف مبروك. ويا داليا فرصة سعيدة، انت وساندي هستناكوا. نجوى شاهين، الف مبروك يا نجوى. زبدة جوز هند نجوى لاشين، مع الاوردر بتاعك بلغي الادمن بتاعتك ان انت ليكي هدية لايف زبدة جوز هند، تمام. داليا وهدير، هدير كسبت معانا اصلا عقد. ماشي، بس ممكن تكسبي تاني وتالت، ممكن تجمعي اوردرك كله هدايا. ساندي وهدير وداليا وكل البنات اللي كانوا معانا عايزين يكسبوا. بكره كمان في لايف، كل يوم في لايف، وكل يوم في واحده هتكسب معانا في اللايف. استنوا بقى، واوعوا تنسوا الله يبارك لكم تعملوا حفظ لكل الريلز اللي على الصفحه، واعملوا له كومنتات ولايك. ممكن بما ان انا بفرحكم ممكن تساعدوني، عشان الريتش بتاع الصفحه ميت، ماشي. ومعيش فلوس ادفع اعلانات، عشان انتوا اولى بالفلوس دي. بدل ما انا هدفع اعلانات واغلي المنتجات عليكم، او ما انزلش عروض، لا بنزل العروض، وانتوا بقى ايه، قوموا بالواجب. اشوفكم على خير. نجوى شاهين، مش نجوى لاشين. معلش. اخر الليل بقول لكم مش نايمه بقالي يومين، عديها يا نجوى، كويس ان انا قريت نجوى صح اساسا. يلا يا بنات، محتاجه بجد دعمكم. خشوا على الصفحه من فضلكم، كل الريلز اللي عليه دوسي، اعملي حفظ، اعملي كومنت، دوسي لايك، يعني دلعونا كده. اللي عندها ريفيو حلو تكتبه تحت الفيديو، عشان الناس اللي ما تعرفناش. ارفعوا لنا الريتش، الله يبارك لكم، الله يخليكم. فعليا مفيش ميزانيه اعمل اعلانات خالص، ماشي، ما قداميش غير الحبايب، ربنا يخليكم ليا. سلام عليكم، واستنوا الريفيو اللي لسه هنزله دلوقتي. حبيبه قلبي يا نجوى شاهين. شاهين، هي عادت بيه. تصبحوا على خير.